من غير كلام كتير، أنا النهارده عند أشهر محل كسكسي في مصر القديمة، وأول مكان بيجي في دماغي لما أحب آكل شوية كسكسي وبليلة حلوين. قدام جامع عمرو بن العاص في محل صغير كده بقاله أكتر من 85 سنة بيعمل كسكسي وبليلة ومخروطة. بالنسبة لي دي أكتر أكلة حلوة مش واخدة حقها في مصر. الأسعار عنده بتبدأ من 15 جنيه للعلبة الصغيرة وبيبيعوا كمان بالكيلو. وفي عندهم قعدة صغيرة كده قدام المحل لو حبيت تاكل هناك. وخليني أقول لك تطلب إيه لما تروح عندهم. واحد كسكسي بالسمنة والمكسرات واللبن وزود عليهم قشطة بلدي، وخلي اللبن والسكر بره وزود براحتك، أو اطلب علبة عسل نحل هتبقى أجمد. الكسكسي مش معجن، بيتعمل أول بأول مش مركون، فطعمه حلو قوي. بيعملوا كمان بليلة باللبن والكنافة الخشنة طعمها خطير، ونصيحة زود عليها قشطة بلدي هتخلي طعمها تحفة. واكتر حاجة ما ينفعش تفوتها هناك المخروطة او القدوسية، مش عارف انتوا بتسموها ايه عندكم، ايا كان ايه اسمها انا بعشقها. للاسف في القاهرة مفيش ناس كتير بتعملها، هو بيعملها بالعسل الاسود بس انا بطلبها بالسكر واللبن، بحبها كده اكتر. انتوا بتحبوا تاكلوها ازاي؟ هما كمان بيعملوا منتجات البان كتير، بس انا عن نفسي بروح هناك مخصوص عشان الكسكسي والمخروطة. انتوا بقى بتحبوا ايه اكتر، الكسكسي ولا البليلة والمخروطة؟